السلام عليكم ورحمة الله. معاكم حسام زين من الكرة مع حس. ألف ألف مليون مبروك لأحمد فتوح. خرج النهاردة من مقر نيابة مطروح بكفالة 50,000 جنيه نفسه إن هو هيخرج قبل النطق بالحكم. ألف مليون مبروك. طبعا أسرته يعني كانت واقفة يعني بتعيط ومنهارة من البكاء. اللاعب يا جماعة كان واقف داخل القفص بيترعش يعني كليا وما صدقش نفسه أول ما سمع إن حكم بتأجيل القضية ل 22/10 بعد شهر تقريبا و10 أيام من الآن بكفالة 50,000 جنيه. انهار من البكاء. حادثة يعني ربنا يفك كرب كل مسجون يا رب العالمين، وربنا يرحم اهل المتوفي. طبعا يعني حالة غضب شديدة من اهل المتوفي ان هم في الحقيقة رفضوا التصالح مع احمد فتوح بنت الحاج سيد الشبكي امين الشرطة الراحل. المحامي النهارده وهو بيتكلم بالنيابه عن اسره المتوفي قال بنته قالت لو ابويا كان جه قطعه واحده كنا يعني هنسامح او نتصالح مع احمد فتوح، لكن انا ابويا جه 4 قطع. يعني برضو يا جماعه حاله من الانهيار، حاله يعني تدعو للشفقه على اهل المتوفي. يعني كان الله في عونهم، عشان ما ننساش برضو يا جماعة اهل المتوفي ان هم في مصاب جلل. ولكن يعني 1000 مليون مبروك لأحمد فتوح. ده كان رأي المحكمة والقاضي الجليل يا جماعة. كانت القضية في محكمة جنايات مطروح الدايرة الثانية لاتهام احمد فتوح باحراز جوهر الحشيش. يعني ده نص القضية، اتهام احمد فتوح باحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد احمد السيد حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية وهو تحت تأثير المخدر متجاوزا السرعة القصوى المحددة بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين بالساحل الشمالي. المحامي أسرة المجني عليه زي ما بقول لحضراتكم أكد رفض أسرة المجني عليه التصالح. كمان يعني أضاف محامي أسرة المجني عليه قال بنته قالت لو أبويا كان جالنا سليم كنا قبلنا الدية، لكن أبي جاء لنا 4 حتت. طلبات الدفاع يا جماعة النهاردة لأحمد فتوح طلبت إخلاء سبيله لأنه لا يخشى هروبه، وطلبت أيضا أكتر من طلب وهو انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث والاستماع لشهادة الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على جثمان المجني عليه، وطلبت أيضا شهود الواقعة وسؤال ضباط شهود الواقعة، وطلبت ايضا احد المتخصصين في الطرق والكباري لنتبين هل كان في كوبري مشاة في ذلك الطريق من عدمه. وفي النهاية يا جماعة يعني الساعة 5 تماما كان قرار المحكمة هو تأجيل القضية ل 22/10 والموافقة على طلبات الدفاع عن أحمد فتوح، وان فتوح يخرج بكفالة 50,000 جنيه. ولكن يعني في كلمة يا جماعة مهمة جدا جدا يا ريت نفهمها كويس. من فضلكم بلاش حد يسوق. يمكن يكون اي حد سمعنا دلوقتي من ان هم يعني للأسف مدمنين على تعاطي المخدرات. من فضلكم يعني تماما بلاش حد يسوق وهو تحت تأثير المخدر. بلاش حد يسوق ويكون لسه شارب، لان ده فعلا بيفقدوا التركيز. سرعة فتوح كانت تقريبا 120 متخطي السرعة القصوى وما كانش كمان مقدر المسافة. علشان كده يعني اتهمته النيابة وكان ده من ضمن اوراق القضية
فألف مبروك لأحمد فتوح. كان النهارده موجود إمام عاشور بيقرا له قرآن وبعض اللعيبة الأخرى، وأيضا أخو حسين الشحات محمد الشحات. طبعا يعني أسرته كلها قبل النطق بقرار المحكمة كانت حالة من البكاء الهستيري. بعد النطق امتلأت الزغاريد القاعة. يعني ربنا يفك كل كرب كل مسجون. حد هيقول لي طب احمد فتوح قادر ان هو يعني يلعب ماتش السوبر القادم؟ صعب جدا جدا يا زملكاويه. يعني الراجل اول ما هيخرج يقدر بقى يفكر في القضيه بتاعته. طبعا اكيد هيحاول يستعطف ويسترجو اهل الضحيه ولاده واخواته علشان يسامحوه ويطلب التصالح معاهم باي طريقه ان شاء الله، حتى لو باس رجلهم. مستقبل اللاعب مازال في خطر. مش معنى ان هو خرج يعني خلاص القضيه كده انتهت وهياخد براءه. لسه يا جماعه القضيه صعبه جدا جدا، ان فيها ادانات كتيره جدا لفتوح. اللي يقدر يخفف هول الادانات دي هو التصالح مع اهل المتوفي، وان هو يروح ويحاول يطبطب عليهم ويضمد جراحهم، يقول لهم انا مستقبلي هيضيع، انتوا برضو ما يرضكوش، اعتبروني يعني احد افراد اسرتكم. اكيد اللاعب يا جماعه هيفكر في الكلام ده، ان حاله فتوح النفسيه كانت متدمره، منهار تماما. يعني مستقبله وحياته كلها ما صدق ان هو ما صدقش نفسه لما خد افراج بكفاله. يعني خلاص اكن حياته رجعت له مره تانيه. فمن المستحيل يا جماعه من وجهه نظر ان هو يلحق بالمباراه اللي ناقصلها 15 يوم. ما بالكم كمان الاعداد البدني والاعداد النفسي صعب جدا جدا، لان اكيد خرج عن لياقته البدنيه. يعني في الشهر اللي قضاه في الحبس ربنا ما يرجعها ايام تاني من مره تانيه. فتوح اديك اتعلمت الدرس كويس يا ابني، خلي بالك على اكل عيشك. يعني الناس مش لاقيه ربع اللي انت فيه يا فتوح، ما عندكش اي حاجه ناقصاك علشان تشرب. المخدرات يعني لا للمخدرات يا جماعه، لشبابنا ولاهلنا ولكل اي حد بيسمعنا. المخدرات ملهاش غير طريق واحد بس، هو الخراب وتدمير الصحه وتدمير السمعه. يا رب تكون رسالتنا وصلت للجميع. لا للمخدرات، لا للمخدرات. اخش معاكم برضو سريعا على اخبار نادي الزمالك، علشان اللي حابب يسمع اخر اخبار نادي الزمالك واخر اخبار الصفقات. بعثة نادي الزمالك وصلت النهارده الساعه 11 صباحا من نيروبي عاصمه كينيا، وكان قرار من جوميز راحه سلبيه النهارده على ان يبتدي او يستكمل التدريبات غدا مساء ان شاء الله على ملعب نادي الزمالك. وطالب من اللاعبين بذل كل التركيز وعدم السهر وعدم التفكير من الان في ماتش السوبر، التفكير فقط في ماتش العودة اللي هيبقى يوم الجمعة القادم. وايضا يا جماعة معانا خبر سعيد لكل عشاق الساحرة المستديرة داخل وخارج مصر. بين سبورت بتهدي اذاعة الماتش مجانا اللي هيبقى يوم 27/9 على بين سبورت المفتوحة ما بين الزمالك والاهلي، لقاء السحاب الناري في السوبر الافريقي. وان شاء الله سيكون كمان بتعليق اكبر واشهر المعلقين الرياضيين المحايدين الاستاذ عصام الشوالي. خبر سعيد جدا جدا في الحقيقة ان الماتش يبقى مجانا للجميع. اخبار الصفقات يا جماعة في نادي الزمالك، يعني من مصادر داخل نادي الزمالك اكدت ان هو هيبقى فيه تعاقد مع مدافع ومع لاعب خط وسط كل احتياجات الفريق، وايضا مع مهاجم، بس هيكون مهاجم اجنبي قبل نهاية 9 اللي هو موعد انتهاء القيد الافريقي علشان يستكمل الكونفدرالية بالصفقات الجديدة، بجانب ايضا البطولات المحلية زي الدوري او الكاس. والمدافع يا جماعة مش هيخرج من 3: احمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا، او احمد كالوشا لاعب انبي، او احمد حسام لاعب الجونة. مش هيخرج من ال3 دول بعد يعني تأكد نادي الزمالك رفض نادي زد تماما
التنازل عن المدافع محمد اسماعيل. ايضا يا جماعه بيراميدز بلغ الزمالك رسميا عن رفضه لبيع اسامه جلال لنادي الزمالك، وان هو مش هيتباع باقل من 2 مليون دولار. نادي الزمالك قفل الصفحه تماما، وانا قلت لكم مستحيل النادي المنافس بتاعك يديك الصفقه كده سهله، لا بالعكس ده هو عايز يدمرك ويحبطك. فنادي الزمالك هيقفل صفحه اسامه جلال تماما او اي لاعب في المرحله الحاليه من نادي بيراميدز. ايضا يا جماعه بالنسبه للاعب الديفندر خط النص، نادي الزمالك بيفكر في الخيارات المحليه. محمود جهاد لاعب فاركو، او عمرو قلاوه لاعب سيراميكا كليوباترا، او عبد الرحمن البنوبي لاعب نادي زد. نادي الزمالك برضه هيستقر على احدهم الفتره اللي جايه قبل نهايه سبتمبر. صفقه المهاجم، نادي الزمالك ان شاء الله في طريقه للتعاقد مع مهاجم اجنبي، ولكن لسه متكتمين على الصفقه بعد ما طلعت انباء عن وجود تفاوض ما بين الزمالك والمهاجم الاجنبي كارلوس سترانبرج لاعب هاتاي سبورت، اللي هو وكيل اللاعب نفس وكيل كونراد مشلاك لاعب الزمالك الجديد. ولكن رئيس النادي طلع وقال مفيش اي مفاوضات رسميه مع نادي الزمالك حتى الان. هل يخش نادي الزمالك فيه او نشوف احد المهاجمين الاخرين؟ نادي الزمالك عنده سي في اكتر من مهاجم. ايضا صفقه اللاعب تحت السن النيجيري عبد الله جيري، نادي الزمالك هيخش فيها بقوه الفتره القادمه. كل التوفيق لنادينا الحبيب. طبيب نادي الزمالك الدكتور محمد اسامه بيطمئن جماهير نادي الزمالك ان اصابه اللاعب محمد شحاته خفيفه، كانت جزع او شد في السمانه، وان شاء الله يبقى جاهز لمباراه العوده مع البوليس الكيني يوم الجمعه القادم في القاهره. ايضا يا جماعه ما زالت المحاولات لفسخ عقد سامسون بالتراضي. كل الخير وكل التوفيق لنادينا الملك الحبيب، وانتظروني في فيديوهات اخرى غدا ان شاء الله رب العالمين. وهحاول اعمل لكم فيديو النهارده لاخبار نادي الزمالك فقط. تحياتي لكم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه، مهم جدا جدا لو تكرمتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.